مجموعه رحال وباهتمام شخصي اخونا كمان رحال. فنتمنى والله بجد فعلا نشوف ان شاء الله الناس كتير، ونشكر استاذ رحال على الفرصه وكرمال البيت الكبير لافريقيا دلوقتي. انا عايز اعمل حاجه، احط لكم الفلاج بتاع المغرب ومصر على السكرين، احسن صور ونتكلم هناك احسن. Well, ladies and gentlemen, the best picture of the day, Egypt, Morocco together. Les deux grands pays, mesdames et messieurs, africains, arabes, l'Égypte, le Maroc ensemble aujourd'hui, avec une délégation qui vient d'Égypte pour soutenir cet événement. شكرا جزيلا للجنة الحاضرة معنا من مصر، سيدة سارة، سيد تميم، مرحبا بكم. مدحت دي أحلى صورة يعني. أعضاء اللجنة المصريين موجودين معنا، يتفضلوا على الصورة. ترحاب وباستقبال اخواننا المصريين. هذا مش غريب على المغرب، مش غريب على استقبال اخواننا واشقائنا، والحمد لله من هذا الدور احنا جيت على باش يكون نطوروا التعامل الاقتصادي والتبادل التجاري باش تكون الدول العربيه ان شاء الله في مدينه نسير في مدينه صنع في المغرب، صنع في مصر، صنع في افريقيا، صنع في الدول العربيه. الحمد لله كعرب كغالبا لازم نخرجوا له باش واحد الانتاج قوي يكون صنع في المغرب وصنع في الدول العربيه، وان شاء الله صنع في افريقيا بالسعداء بالقياده. مرحبا مرحبا سعيد وكريم، ناخذين هذا لنا مرحبا بك. سلام الحباب والصحاب الوليدات والبنيات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو هذا راه تتمه ديال الفيديو السابق ديال معرض الجديده ديال الطبخ والطباخين، وكيفاش غادي نشوفوا كيفاش كيتخرجوا لي شاف، ما كيوصل الشاف حتى كيدوز من هاد المراحل هادي. انتم غادي تشوفوا كل شيء في هذا الفيديو. حطوا الطباسل ديالهم، راه شفتوهم قبل، حطوا الوصفات ديالهم وخصهم يحطوهم بطريقه محترفه ويتموا جايين بطريقه محترفه ويديهم كتكون لور. الا كانوا غالطين غير بشي حاجه بسيطه ما كياخذوش غلطه مزيانه. هنايا كنصور هنايا في هذه البلاصه. هنا مشيت لكم لهذا انواع الخبز، حيت نوبه كنمشيو لهذيك البلاصه اللي فيها المتبارين المتسابقين واللي شاف شويه كنعاودوا نرجعوا للبلاصه اللي فيها العروض. المهم غادي تشوفوا من هنا ومن هنا كيفاش كيتخرجوا لي شاف، كيفاش الجو ديال المعرض كيفاش كان، داكشي رائع. غادا تشوفوا السيد رحال المنظم غادي يعطي الكلمه ديالو، غادي تشوفوا كل شيء في هذا الفيديو زوين بزاف بزاف شيق الفيديو. كنتمناكم تبعوه حتى الاخر وتعرفوا على هذه الاجواء ديال هذا المعرض هذا. هنايا عاوتاني انواع ديال الخبز وهنايا هانتوما كتشوفوا هذا الخبز هذا اللي فيه مطيشه، ها هو يا دابا راه ملي كنوقفوا عندهم كنسولوهم كنقول هاد الخبز شنو دايرين فيه، شنو هما سميتو المكونات، شنو كنحاولوا نسولو كيجاوبونا وكيذوقونا وكيعطيونا نذوقوا باش كتعرفي على كل حاجه. هادو لي ماكارون ها هما، هاد لي ماكارون دقتهم ما نعاودش لكم، واحد الكريمه الوسط زعما صراحه اول مره كندوق هذيك الكريمه هذيك. هنايا انواع ديال الخبز، هانتوما غادي تشوفوا هنايا انواع الخبز هو مقطعينه والناس كتهز هذا الخبز بالخرقوم، ها هويا
وزرات الكتان فيه، ها هو يا شفتوه. كاين الخبز بالشكلاط، ها هو الخبز بالشكلاط. كاين عاوتاني ها هو انواع كثيره ديال الخبز بالحبوب، بالمكسرات، عرفتي انواع ديال الخبز. كاين الخبز بالقمح الكامل، كاين في مصر. المشكل هنا واقيلا في المغرب، ماشي المشكل عندك هنا في المغرب. لا انا بدور على، انا شركه كبيره من سنه 75 بصدر ل 18 دوله، بدور على حد ياخد هنا ياخد المنتوج هنا في المغرب. انا داكشي اللي قال لك هنا في المغرب. مش اي حد، مش اي واحد. كبير، شركه كبيره. هاد المنتوجات هادو من مصر، ها هو هاد محسنات ديال الكيك ام علي. جايبين حتى الدقيق ديالهم، جايبينو. ها هو جينا هنايا عند هذا الايطالي هذا كيصيف البيتزا. كون شفتوا ديك العجينه كيفاش مفشفشه وكيفاش منفوخه كتخرج، وكيفاش كيديروا ليها، نتوما غادي تشوفوا معايا الفرارن حتى هما ديال البيتزا، خاصين ديال البيتزا. ها هو دابا قرصها ودار عليها الزيت وعاد دخلها في الاول، عاد كيخرجها وعاد كيبدا يدير لها مطيشه وكيدير ليها. ها هو هنايا شوفوا هاد البيتزا هذه كيفاش دايره، هي كيعمرها بالمكونات، ها هما كيدير فيهم لاصوص. هذيك صدق دابا لاصوص هي الفوقانيه، وعاد دار عليها وحده اخرى، وهذوك راه حتى طابو عاد باش. هنا في كاين الوليدات الصغار وكاينين الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصه. هنايا هذا هو التكريم ديال داك الطفل عمر الله يرحمه، هنا داروا ليه التكريم. ها هويا، ها هما حطوا هنايا الطبق ديالهم، الاطباق ديالهم. هنا راه هذه سلطه، اون سالاد، بانت لي لافوكا، بان لي المايس، الطون. المهم حتى هما غادي يربحوا، حتى هما غيعطيهم الدبلومات ديالهم. يمكن ليهم كيخدموا، راه كيخدموا تبارك الله. هما هنا كيدو كينقطوهم، هنا كينقطوهم كيخدموا بهم تبارك الله، كيضمنوا ليهم بعدا كاينه خديمه باش ان شاء الله في المستقبل باش يعيشوا. ها هي بنيه غير صغيره، كيهضروا معاهم دابا كيسولها. ها هما هي Et tout ce qui est stratégie de communication, soyez nombreux au premier étage à nous rejoindre pour assister aux deux experts relativement au marketing d'influence et à tout ce qui est stratégie de communication pour les stagiaires. الحضور الكريم، العاملين والزوار والطلبة والأساتذة، موعدنا يتجدد بعد مضي 15 دقيقة لكي نستقبل الخبراء في كل ما يتعلق بالتواصل الإجباري وكل ما يتعلق بالانفلونسور. مرحبا بكم مع الجوج ربع هنا في الطبق الأول ديال الملتقى لمي 23. شكرا. شفتوهم كيهضروا، راه بالتنظيم داكشي عندهم، كل وصفه كيعلنوا عليها وكيعلنوا على التوقيت ديالها وقتاش غادي تخرج وغادي تقدم لي شاف الكبار. هنا يشوفوا هذا راه لاكلاص، هذا لاكلاص من نوع اخر فيه مكونات في شكل اخر. هذا ماشي بحال داك اللي شفتو في الجزء الاول. غادي نخليكم الجزء الاول في صندوق الوصف، شوفوا تعرفوا عليه، راه زوين داكشي. شفتوا راه داكشي فيه النقاطي. هنا هدي لاباطاشو كيعمروها. ايوا داك النهار عرفتي بقاو كيدوقونا حتى مبقيناش قدينا ناكلو حتى شي حاجه. المهم هادي لاباطاشو. هنايا غادي تشوفوا عاوتاني المتبارين. شوفوا هاد الوصفه هادي اللحم هذا ملوي عليه واحد، هادي واش اون بات هادي ولا شنو هي، شي يمكن شي عجينه سبيسيال ملويه على داك اللحم. دابا ها هما كيصاوبوا في الصحون في الاطباق باش يقدموهم للي شاف.
شفتوا كيفاش هادو راه اطباق ذوقيه على مستوى عالي، فيهم مكونات تقريبا ما كنعرفوهمش حنايا. ها هما هادو البنات، هادو هما اللي قدموا هاد الطبق هذا. ها هما كيف ما كتشوفوا اليد كتكون اللور على الظهر، وكيفاش كيقدموا هذا الطباسل ديالهم، كيفاش كيحطوا الوصفه ديالهم، كيبقاو واقفين كيهزوها عاوتاني بالاداب، لان هادشي عندهم مهم كياخذوا عليه النقاط. وتشوفوا الوصفات هازينو بحال هازينو في العماريه. بقيت نقول لهم انا هازينو في العماريه هذه الاكله، وفوق منها التاج. ها هو كانت بعيده عليا شويه ما قربتهاش، فوق منها التاج وفوق منها سميتو كيفاش داكشي. هذه عاوتاني وصفه اخرى، ها هي كتشبه لهذيك اللي دازت، هي هذه فيها داكشي الفوق ما عرفناش، لان بلاصه اللي شاف باش تعرفوا كانت بعيده علينا، دايرين واحد الباغيير ما كنوصلوش حنا حتى لحداهم. انا غير مزوميه دايره الزوم باش مقربه، حنا بعادين عليهم، زعما ما يمكن لك لا تهضري معاهم لا حتى شي حاجه. هادو اللي هنايا اللي سميتو هادو راه المتبارين هادو. ها هما كيحطوا عاوتاني في الاطباق الوصفه الثانيه. شوفوا داكشي اللي ملوي هكا فيه الخضر من الفوق ملوي، ما عرفناش شنو هاد الشويقيق هذا، راه ما عرف شنو هادشي، الكافيار ولا شنو هو. دوك التويشيات الصغيورين اللي محطوطين حتى هما محسوبين. المهم اطباق عالميه، هادو اطباق عالميه صراحه. يمكن الجروب ديال الدار البيضاء، حيت حنايا مشينا، يمكن الجروب ديال الدار البيضاء هما اللي ربحوا. ها هما عاوتاني غاديين بالطبيصلات ديالهم كيف ما كتشوفوا. انايا حاولت المهم نقل لكم كل شيء من كل حاجه، جبت لكم شويه من كل حاجه شويه. الفيديو كان طويل بزاف، عييت شحال وانا كنصور، ولكن اختصرت لكم. هما شفتوا كيفاش راه ما كيتخرجوا لي شاف حتى كتخرج منهم، عرفتي والله القسم. ما تصوروش دابا كيفاش هما يا مخلوعين، وكيفاش لان كيعطيوهم هادو النقاط وكيعطيوهم النقاط وكيعطيوهم كتسجلهم في السي في ديالهم لاتيستاسيون بانهم شاركوا في المعرض الفلاني، واللي شاف الكبارين اللي من الخارج ومن المغرب هما اللي نقطوهم، وباش كتبقى لهم في السي في ديالهم ملي كيبغيو يخدموا راه كيلقاو كتكون عندهم حظوظ كبيره ملي كيشاركوا في هاد التظاهرات هذه. هما دابا كيتذوقوا. Différents. La croissant, la 200 grammes, la 80 grammes et la 30 grammes. Ainsi que le pain chocolat, même pesé, le pain au raisin, la 200 grammes, la 80 grammes et la 30 grammes. La brioche non garnie, la 200 grammes, la 80 grammes et 30 grammes. La brioche garnie à 300 grammes, 80 grammes et 30 grammes. Le sandwich avec garniture à 220 grammes. La viennoiserie salée à 220 grammes. Et en dernier moment, le pain fourré avec garniture, la pesée est à 220 grammes. Et bon courage à tous les concurrents et à nos amis les Africains ici au Maroc. هادو اخواننا الافارقه كانت عندهم هما يا الامتحان في الخبز في لي بغيوش وفي لي كرواسون وحاطين واحد الخبز في واحد اشكال زوينه، حتى هما كانوا بعادين علينا كلهم. هادو فين كيطيبوا فيه هذا بعادين علينا، كنكونوا هكا شويه بعادين عليهم. ها هما لي كرواسون صورتهم غير من ليكرون. حنا رجعنا عاوتاني عدموا البيتزا. هو لان هذا قال لنا ساعه ورجعوا باش تذوقوا من لي بيتزا، هادشي باش رجعنا عنده. وانا شوفوا كيفاش عرفتي واحد العجينه غريبه. راه سولناه على العجينه قال لنا يومين وهي في الثلاجه. يومين وهي في الثلاجه. هنايا جينا عند هذا فرنساوي، هذا فرنسي،
هذا كيصوب هاد لي موخيتو وجايبينها هما جايبين هاد الانواع ديال هذاك البرودوي اللي كيديروه في داك الموخيتو. شوفوا هاد الاله هادي كطحن الثلج، هيا راه هبط فيه هادوك لي كلاصون هكا مربعات وهو كيطحنهم. ها نتوما ضروري الثلج، عرفتي شنو الكاس، عرفتي كله عمرو بالثلج. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، من رضاكم ما تنسونيش مني لايك، الله يسهل عليكم لي لايك لي لايك لي لايك، لان لي لايك هما اللي كيطلعوا الفيديو. شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم الفيديوهات ديالي، شكرا لكم، الله يخطيكم، ونتلاقى انا وياكم فيديو قادم بحول الله.